سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم دجاجة مشوية في الفور بواحد الطريقة بواحد التتبيلة صراحة تجيكم أهبال. التتبيلة هذه نعتمد عليها دايما في الشواء، جربوها وردوا للخبر. نروح طريقة التحضير. أول حاجة نحضروا التتبيلة تاعنا اللي احنا نحتاج فيها كركم، كذلك زنجبيل، فلفل أسود، كمون، فلفل حار أو الحار على حسب الرغبة، ملح، عصير نصف حبة ليمون، كذلك ملعقة كبيرة ونصف خردل، كذلك حوالي 5 ملاعق كبار زيت الزيتون. نخلط جيدا وبهذا التتبيلة تاعنا صارت جاهزة. نروح نجيبوا لهنا الدجاجة تاعنا بعد ما كنا غسلناها جيدا، نروح نفتحوها في الصدر بهذه الطريقة. بعدها نروح نساوي فتوحات كما راكم تلاحظوا معنا. بعدها نروح ندخلوا كامل هذيك التتبيلة جيدا. ضروري انكم تتبعوني خطوه بخطوه باه الدجاجه تاعكم تجيكم منكهه وتجيكم قراب بنينه. والله ما راح تشبهوا منها، راح تجيكم اهبال. نروح ندخلوا كامل هذيك التتبيله بهذه الطريقه. بعدها نخلوها ترتاح مده كبيره، على الاقل 4 ساعات. تقدروا ديروا نتوما الدجاجه تاعكم الصباح تخلوها في هذيك التتبيله، العشيه طيبوها. كما راكم تلاحظوا معنا خليتها انا ترتاح مده كبيره حوالي 6 ساعات، درتها صباح والعشيه طيبتها. طريقه تاع الطهي لهنا كما راكم تلاحظوا معنا، استعملت واحد الصينيه تجي في الفور، هذه اللي تجي مشبكه، دهنتها كامل بزيت الزيتون باش نتفادى انه الدجاجه تاعي تلصق. كذلك استعملت صينية أخرى درتها تحت الدجاجة باش لاصوص كامل هذيك اللي تقطر ما تقطرليش في الفرن. كما راكم تلاحظوا معنا درت لها الماء وخليت كامل هذيك الصوص تاع الدجاج يقطر فيها. كما ملاحظة الصوص هذه ما خدمتش بها، استعملتها فقط باش لاصوص هذيك ما تقطرليش على الفور. إلى وصفة أخرى بحول الله، سلام.